تعالوا نروح لقطر المرة دي مع الكابتن أحمد سليمان، مدرب حراس المرمى لنادي العربي القطري. كابتن أحمد، أهلا بيك معانا وكل سنة وأنت طيب. ازيك يا عثمان؟ كل سنه وانت طيب. قول لي يعني العربي حظه سيء في الدوري والدنيا مش ماشية معاه ليه؟ آه ظروف كلها طبعا، الناس هنا تعلمه كلها ان الفريق في دروب بقى لفتره كبيره جدا، امم. وده كان سبب تغيير الجهاز الفني الفتره اللي فاتت. امم. في بعض المشاكل في اللاعبين في بعض التفاوت المستوى، امم. فده اللي مؤدي لهذه النتائج. ثاني حاجه طبعا ان احنا جينا على طول على المباراه الرسميه، فما عندناش الوقت الكافي اللي نقدر يستوعبوا فكر الجهاز. لكن الحمد لله الامل برضو لسه موجود، فرقه كويسه. الجدول برضو بالنسبه للناس اللي حوالينا قريبين من بعض، امم. محتاج بس فوز معين يرفع الجزء المعنوي للاعبين، لان طبعا السنه دي ما حققوش ولا فوز لسه الفريق، امم. واحنا بقى لنا حوالي شهر و15 يوم بكتير في الدوري القطري. فنتمنى ان شاء الله الفوز الفتره الجايه ان الامور تتحسن يعني. امم. تقول لي يعني يمكن الناس بتقيس الحكاية في انه يعني 8 ماتشات الفريق لم يحقق فيهم الا 4 نقط، وفي حين انك في الكاس بتكسب. مش عارف ايه قصة الدوري، يعني هل المسألة في عدم ثقه موجوده طبعا في اللعيبه، ودي جه حسيناها الفتره اللي فاتت، ان في جزء نفسي في موضوع ماتشات الدوري. امم. بيأدوا كويس جدا في ماتشات الكاس، في بعض الماتشات برضو بيكسبوا يعني تلاحظ ان لما جبنا احصائيه للفريق العربي امم. كان دايما بيكسب وبعد كده بيتعادل، بيتغلب الشوط الثاني. يعني امم. الماتش اللي فات كنا كاسبين 1-0 والشوط الثاني بيحصل دروب جامد للفريق ويتغلب 3 ويتحط فيه 3 اهداف، امم. رغم ان احنا برضه ضيعنا اهداف. امم. لكن طبعا لازم نعترف ان الفرق المنافسه مدعمه اكتر من كتير من العربي في اللاعبين، امم. واسماء كبيره اكتر من الاسماء اللي موجوده في العربي. اه. الى جانب طبعا في اللعيبه المحترفين يعني ما وصلوش للوضع اللي هو العالي جدا اللي احنا الناس متوقعاه زي الاسماء الموجوده في الفرق كلها. امم. فعندنا بعض المشاكل الفنيه في الفريق، وعندنا بعض المشاكل في بعض المراكز. يعني بنحاول دلوقتي الفتره ديت اللي احنا نطلع باقل الخسائر الموجوده لنهايه الدور الاول. هي بعد الدور الاول لو في اجازه لمده شهر وشويه، وفيها تنقلات، فيها تبديل، ممكن لعيبه محليين، ممكن لعيبه محترفين. امم. كل ده هيبان الفترة الجاية دي من خلال قعدة الكابتن حسن شحاتة مع الإدارة في النادي العربي. امم. مش عارف هل الحكاية فيها جزء إداري يا كابتن أحمد؟ يعني هل الإدارة مش مدعماكوا بالشكل المطلوب؟ لا 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 لا، الناس لو فتحت المواقع الرياضية في قطر امم. هتعرف إن كل الناس بتعذر الجهاز الفني، وإن إحنا هجينا في ظروف جديد قماشة، والقماشة دي عايزة تعديلات كتير جدا. امم. بتحاول الفترة اللي فاتت، بس المشكلة إن أنت الماتشات متلاحقة. يعني حتى ما الدوري واقف ماتشات الكاس اشتغلت. امم. يعني فدي برضو كان ما عندكش الوقت الكافي اللي انت تقدر تعدل او انت تقدر تدعم الفتره دي كلها يعني. يعني. لكن الناس كلها هنا متفهمه طبعا ان احنا جينا في ظروف صعبه، والنادي بقى له سنين في دروب كبيره جدا موجود، سوء النتائج في السنين اللي فاتت، رغم ان الاسم العربي اسم كبير ومفروض يبقى وضعه الطبيعي. يعني كان من زمان من بينافس، لكن دلوقتي بقى له 15 سنه ما بياخدش بطوله. امم. كان اقصى حاجه بيعملها بيحسن على مراكز كويسه، يوصل نهائي كاس الامير. امم. ده اللي ان شاء الله يعني احنا حطينا يعني ايدينا خلال الشهر ونص دوت على مشاكل كتير جدا في الفريق. امم. نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت بالتعاون من الجهاز الفني والاداره ان احنا نوصل لشكل معدل السنه دي، بحيث ان يعني نطلع باقل خسائر موجوده، نحط العربي في الدور الثاني في وضعه الطبيعي. امم. الشهر اللي هو بتاع التوقف دوت ممكن يبقى فيه تعديلات في الفريق. عندك فترة زمنية كبيرة جدا، انت ما تحكمتش كجهاز فني في فترة الاعداد، ما تحكمتش في تخفيض اللاعبين. فالناس كلها متفهمة الظروف، بس احنا بنحاول نخلي الماتشات. المشكلة كمان الرئيسية اللي احنا الماتشات اللي طبعا في اي دوري يبقى فيه مستوى فرق، في مستوى فرق عالي جدا، مستوى متوسط، مستوى اخير. امم. المشكلة الرئيسية دلوقتي ان احنا بنقابل الفرق الكبيرة. اه. يعني المشكله دلوقتي اللي احنا بنقابل الفرق الكبيره، لان الفرق اللي هي امم. تعتبر بنفس امم. المستوى الفني الحالي معاك اتلعبتها خلاص. امم.
يعني الفرقه اللي انت لعبتها زي الجيش زي المصلال، الماتش اللي جاي طبعا لوخيه فرقه واخده تاخد الدوري على طول. مهم. عندك الفريق الريان فريق منافس قوي جدا لفريق الديربي موجود هنا دايما. فالماتشات اللي جايه هي المشكله ان فيها ان بتقابل الفرق المتقدمه يعني. مم. كابتن احمد، يعني مش عارف، من كلامك احس ان انت يعني محتاج فريق بالكامل الموسم الجاي، يعني ان مفيش رضا عن الفريق ككل يعني. بالنسبه لا، في لازم في تعديلات، لازم نعترف ان الفرقه فيها، بس الفرق العناصر الكويسه صغيره في السن. مم. ودي الحمد لله كابتن حسن اداها فرصه الفتره اللي فاتت. في ولاد صغيرين جدا في السن خدوا لعبوا، خدوا ثقه. العناصر انا الكويسه معظمها صغير في السن. شفت المهاجم اظن سوري هو، او مين؟ عندكم مهاجم سوري اعتقد، او لا جزائري. لا سيدريك، ده سيدريك، لا في لا مهاجم الجزائري كان يوسف حاجي اللي هو المغربي. ودلوقتي لا هو متغير بخوخي. خوخي ده اللي هو الجزائري، ده اللعيب كويس جدا. حتى اضطرينا لظروف، كل مباراه في ظروف بيحصل بعض المشاكل. كان يعني ده من احسن الفراوده اللي عندنا، اللي حتى اللي جاب الجون في الماتشات اللي في الكاس. اضطرينا لظروف معينه يلعب ليبرو المباراه اللي فاتت. كل مره بيحصل اصابات، بيحصل حاجات. كان في مشاكل في فتره الاعداد اللي اتعملت. فالاصابات دايما موجوده في الفرقه. يعني مفيش مباراه لعبنا كاملين. يعني كوكو ده ما كانش موجود مباراه الجيش. النهارده وماتيو، النهارده ماتيو كان المفروض نبتدي اللي هو احسن واحد في خط الظهر عندك. الماتشين اللي ورا بعض دلوقتي ما لعبش. عدلت اكتر من مره، بتعمل تعديلات كتير في الفرقه نظرا لظروف الاصابات اللي بتحصل. فبقول لك ايه المشكله، يعني بصرف النظر عن الاصابات او حاجه، اللي انت كل شويه بتلاقي في ظروف مختلفه موجوده عندك. فالظروف دي بتخليك وانت عندك ماتشات ما عندكش الوقت الريست الكامل اللي انت تقدر تحسن من الظروف اللي انت فيها. اول حاجه بتلاعب لعيبه صغيره، ثاني عندك ثلاثه بتوع المنتخب الاساسي. النادي فيه ثلاثه في المنتخب مش موجودين على طول، اللي هو راجب حارس المرمى، اللي هو عبد العزيز حاتم، اللي هو ماجد الصديقي. دول موجودين في المنتخب. ماجد الصديقي من ساعه ما جيت ما بيلعبش معاك. عبد العزيز حاتم لعب ماتشات قليله جدا. راجب النهارده تاني مباراه، اللي هو تاني حارس المنتخب، تاني مباراه ما لعبش لغايه دلوقتي. فعندك اللي هم ثلاثه مميزين. عندك ماتيو اللي هو الاسيوي اللي هو المعترف من المحترفين، تاني ماتشين ورا بعض مش موجود. عندك مشاكل كتير في الفرقه، يعني يعني بتضطر ان انت الظروف بتجيلك غصب عنك، بتعمل تعديلات الى جانب طبعا الماتشات اللي متواصله دي. انا اتمنى ان شاء الله ان احنا نحاول نحسن الوضع الفتره اللي جايه لغايه ان شاء الله فتره يناير، من خلال لو في لعيبه محليين تقدر تدعم، لعيبه محترفين تقدر تعدل بعض الحاجات اللي فيها. الشهر بقى اللي انت النهارده قاعد بتعمل ماتشات تجريبيه، بتعمل حاجات. دلوقتي انت عرفت الفرقه كلها. بقول لك احنا بقالنا شهر و15 يوم، شوف احنا لعبنا 8 ماتشات. يعني مفيش وقت تقدر تتنفس فيه. اذا كان حتى كمان مباراه كاس وماتشات دوري، في ماتش اسمه رديف اللي هو الفرقه اللي هم اللي ما لعبوش. ده الماتش اللي شغال، زي الماتش اللي شغال دلوقتي. احنا بعدنا مصطفى امبارح لعبنا. النهارده بنلعب 10 لعيبه، ما عندناش ولا لعيب احتياطي. بنلعب 11 لعيب بالظبط غير حارس مرمى. ففي حاجات بتفرضها عليك الظروف، فانت بتتاقلم مع الظروف الموجوده وبتحاول تحلها. انا اتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه ان الامور تتحسن احسن، وكل الناس عارفه الظروف الموجوده فيها الفريق العربي. مش السنه دي بس، السنه اللي فاتت واللي قبليها. يمكن السنه اللي قبليها بسنتين كده عملوا نتائج كويسه، بس حصل تغيير المدرب. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان الامور تتحسن احسن واحسن يعني. عينيكوا على حد من مصر يا كابتن احمد، ولا لسه ما اتكلمتوش يعني في اشخاص بعينهم؟ الحاجات يعني كلها سابقه الاوان، اللي دي كلها في يناير. دي كلها حاجات مع كابتن حسن شحاته ومع الاداره يعني. الحاجات دي بيبقى في ناس بتدير وناس بتتكلم. فكل الامور مطروحه يعني. كل الامور مطروحه الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني لسه ما فيش حاجه بشبعينها؟ لا طبعا. والحاجات دي انت عارف يا استاذ صعب ان هي يعني بتعلن يعني. طبعا الحاجات دي التفاوضات والحاجات دي مش بتاعتنا، بتاعت اداره مجلس الاداره، وهم بيبقوا مسؤولين عنها. وطبعا هم ليهم ظروف النادي، هل الامكانيات الماديه متوفره، هل اللعيب بيبقى سهل، حتى المفاوضات كلها يعني حاجات سابقه لاوانها يعني. وفي ميزه لما بيتفقوا على حد بيعلنوا على طول يعني.
كابتن احمد سليمان، يعني بالتوفيق ان شاء الله، ونرجو ان ان المره شاء الله. الجايه باذن الله تبقى يعني نكلمك نهنيك على اول فوز في الدوري، ربنا يعني يخليك، ربنا يخليك يا عثمان، ربنا الكاس يخليك، ماشي ربنا يخليك. كويس، مع يعني ربنا يسهل كمان الدوري يتعدل يعني باذن الله. الدوري ورديف والله مش كويس. ان شاء الدوري ما الله. اعرفش فيه كده حاجات، ماتشات بيحصل فيها ضرب. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان عثمان شاء يبقى الله، الامور نشكرك تتحسن شكرا اكتر واكتر. جزيلا، وتحياتنا شكرا للكابتن يا فندم. حسن وكل الجهاز، ربنا يخليك. وبالتوفيق باذن الله.